يا اهلا بيكم في حلقة جديدة على قناة بلاك سيجنال. النهاردة مفيش هزار. النهاردة معانا القصة اللي رعبت امريكا كلها في السبعينات. قصة عيلة اشترت بيت بس ما خدوش بالهم ان هم اشتروا معاه لعنة. ست ميتة بقالها قرن بحاله. لو اول مرة تسمعنا في بلاك سيجنال، جهز قهوتك او غطاك لو بتخاف، ويلا ندخل في تفاصيل قصة بتشيبا وعائلة بيرون. القصة اللي هتخليك تبص وراك وانت ماشي في البيت بعد كده. في سنة 1917 عائلة بيرون، أب وأم وخمس بنات، اشتروا بيت أحلامهم في منطقة ريفية هادية. البيت كان كبير وشكله يجنن، بس بمجرد ما حطوا رجلهم فيه الأحلام قلبت لكوابيس تماما. الموضوع بدأ بحاجات، تركات صغيرة كده بسيطة. الأم تكنس المطبخ، تخرج وترجع تلاقي كوم التراب في نص الصالة. البنات يسمعوا حد ينادي عليهم بأسمائهم وهم لوحدهم. ريحة لحمة متعفنة بتظهر فجأة في أوضة وتقلب كيان البيت كله، وبعد دقيقتين الريحة بتختفي. بدأ يظهر ليهم كيان لست وشها مشوه، كأن رقبتها مكسورة. بعد البحث عرفوا إنها واحدة كانت ساكنة في البيت في القرن التسعتاشر، اسمها بتشيبا شيرمان. الإشاعات كانت بتقول إنها ساحرة وضحت بطفل صغير للشيطان، وماتت وهي بتلعن أي حد يسكن البيت بعدها. الأم كارولين كانت أكتر واحدة بتتعذب. كانت بتصحى تلاقي خرم في رجلها كأن حد غرس فيها إبرة كبيرة وهي نايمة. الموضوع وصل لدرجة إن العيلة جابت آد ورولين وأرن، أشهر صيادين أرواح في أمريكا. الصدمة في جلسة تحضير الأرواح، الأم اتلبست فعلا قدام جوزها وبناتها، وكرسيها طار في الهوا وخبط في الحيطة. الأب طرد المحققين من كتر الرعب اللي شافه، وقال لهم بوظتوا الدنيا أكتر. أكتر حاجة تخليك تستغرب إن العيلة دي ما سابتش البيت تاني يوم، لأ، دول قعدوا فيه 10 سنين كاملة. ليه؟ ببساطة ما كانش معاهم فلوس ينقلوا. تخيل تعيش 10 سنين وانت عارف ان في كيان بيراقبك وانت بتغسل وشك او وانت نايم. البنات لغاية النهاردة وهم ستات كبار، لما بيحكوا اللي شافوه في البيت ده جسمهم بيفضل يترعش. بيقولوا ان الفيلم اللي اتعمل عنهم ده يعتبر فيلم كرتون جنب اللي شافوه بجد. بعد ما الأب طرد المحققين، آدو رولين والعيلة لقت نفسها لوحدها تماما في مواجهة الكيانات دي. البنات بيحكوا انهم من كتر ما بقوا يشوفوا خيالات وناس ماشية في البيت بقوا يعتبروهم سكان معاهم. واحدة من البنات كانت بتحكي إن في روح لطفل صغير كانت بتلعب معاها، بس المشكلة إن الروح دي كانت بتحاول فجأة لشيء مرعب لو البنت رفضت تلعب معاها. الأب روجر كان بيحاول يتماسك، بس كان بيسمع صوت خبط حديد في القبو طول الليل، ولما ينزل ما يلاقيش أي حاجة. الروح اللي اسمها بتشيبة كانت بتغير من الأم كارولين جدا، كانت عايزة تمشيها من البيت عشان تاخد الأب والبنات لنفسها. الموضوع وصل لدرجة إن الأم كانت بتتحرم من النوم أيام ورا بعض، لأن بمجرد ما تغمض عينيها كانت بتشيبة بتهمس في ودنها بكلام مرعب أو تشدها من شعرها وتوقعها من على السرير. في سنة 1980 وبعد 10 سنين من العذاب، العيلة قدرت أخيرا تجمع مبلغ مالي وباعوا البيت. البنات بيحكوا إنهم وهم ماشيين بالعربية بيبصوا على شبابيك البيت، شافوا الست بتشيبة واقفة ورا الشباك وبتبص لهم بنظرة انتصار، كأنها بتقول لهم أنا اللي كسبت في الآخر. البيت ده موجود لحد النهاردة في رود إيلاند، وفي ناس كتير اشتريته بعدها. في عيلة اشتريته في 2019 وقرروا يعملوا منه مزار للناس اللي بتحب الرعب. الملاك الجدد قالوا احنا بنسمع اصوات خطوات وبنشوف خيالات بتعدي في الصالة والابواب بتتفتح وتقفل لوحدها. يعني من الاخر بتشيبا لسه موجودة وما سابتش البيت حتى بعد ما عيلة بايرون مشت ب40 سنة. الابنة الكبيرة أندريا بيرون كتبت كتاب من 3 أجزاء عن اللي حصل لهم، وقالت جملة ترعب: الفيلم ركز على ليلة واحدة لكن احنا عشنا 3650 ليلة من الرعب الصافي. تفاصيل تانية البنات قالوها في مذكراتهم، والحاجات دي تجنن فعلا لأنها بره حدود العقل. واحدة من البنات اسمها سبيسا حكت إنها وهي عندها 8 سنين كانت بتشوف ست دايما رقبتها ملوية لجنب واحد بشكل يخوف،
وكانت الست دي بتمشي وراها في البيت وتهمس لها بكلام مش مفهوم. البنت كانت بتستخبى تحت البطانية، فكانت الست دي تخربش على الخشب بتاع السرير من بره عشان تخلي البنت تطلع راسها. البدروم في البيت ده كان هو مركز القوة للأرواح. الأب روجر كان بيدخل يصلح أي حاجة، فجأة يحس ببرودة تلج وريحة كبريت قوية جدا. مرة وهو شغال لقى مسمار بيسخن لوحده لحد ما بقى لونه أحمر، ولما رماه على الأرض المسمار طار ورجع في إيده تاني. البنات بيخافوا ينزلوا هناك لأنهم كانوا بيشوفوا عيون بتلمع في الضلمة، ومن كتر الرعب قفلوا باب البدروم بقفل جنزير. بس كانوا بيصحوا يلاقوا الباب مفتوح على الآخر والقفل سليم مكانه. بتشيبا كانت بتكره النظافة. الأم كارولين كانت بتحكي إن بتشيبا كانت ست قذرة في روحها. لو الأم نظفت المطبخ وخلته بيبرق كانت تدخل تلاقي الأطباق كلها متغطية بسائل أسود ريحته زي مية المجاري، كأن الروح دي كانت بتعاقب الأم على إنها بتهتم بالبيت أصلا، اللي هو من وجهة نظر الروح اللي هي بتشيبا. لما سابوا البيت أخيرا الرعب مخلصش تماما. البنات فضلوا سنين طويلة بيعانوا من كوابيس جماعية، يعني يصحوا الصبح يلاقوا نفسهم حلموا بنفس الحلم ونفس الشخص اللي كان بيطاردهم. ده معناه إن الرعب ما كانش جدران بيت، ده كان ارتباط بالأشخاص نفسهم. لما سألوا لورين وارن المحققة الروحانية قبل ما تموت ايه أكتر قضية خوفتك في حياتك رغم إنها شافت الآلاف الحالات، قالت بيت عيلة بيرون في هارسفيل، لأن اللي كان هناك ما كانش مجرد شبح، ده كان شيطان حقيقي مسيطر على المكان. لحد هنا وقصة عيلة بيرون خلصت، بس الحقيقة إن القصص اللي زي دي ما بتخلص طول ما في بيوت قديمة وراها حكايات ما تتقفلش. السؤال هنا ليك انت يا صديقي، لو صحيت في يوم لقيت خرم في رجلك او سمعت حد بينادي اسمك وانت لوحدك في البيت، هتعمل ايه؟ هل قلبك هيجيبك تستنى وتشوف آخرة الموضوع، ولا هتسيب البيت باللي فيه وتطلع تجري؟ استنى، عايز اخد رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تشتركوا في قناتكم بلاك سيجنال عشان لسه في ملفات رعب أرعب من دي بكتير هنفتحها مع بعض. تصبحوا على خير لو عرفتوا تناموا.